رح اعمل معكم اليوم دجاج سويت اند سوار. رح اعمله بطريقة بسيطة وسريعة وسهلة، ورح تطلع معنا اطيب من المطاعم. اذا الله راد تابعوني نشوف كيف طريقة تحضيره. هلأ بالبداية بجيب صدرين دجاج وبقطعهم مكعبات، ورح أنزل عليهم بالمطيبات، زنجبيل، رشة هيل، البهارات السبعة، وفلفل أسود وملح ومعلقتين نشا. وهلأ كله رح أقلبه وأتركهم 5 دقايق. وهلأ بطنجرة رح أنزل زيت نباتي كمية، وبس يحمر رح أنزل قطع الدجاج، وما رح نحرك قطع الدجاج إلا بس يتماسك شوي عشان ما يفرط. وأول ما يصير اللون ذهبي رح أرفعه عن النار. حطيت فاين المطبخ، ورح أنزل قطع الدجاج عليه عشان يصفيه من الزيت. وهلأ بدنا نحضر الصوص. بحتاج كاسة صويا صوص، نص كاسة كاتشب، معلقتين نشا، ومعلقة معجون بندورة، ومعلقتين خل، وكاسة مي، ومعلقتين سكر بني، ومعلقتين عسل تقريبا. وهلأ بخفقهم. وهلأ رح أنزل عليها صوص حار أي نوع بتفضلوا. زيت نباتي، وقطع الجزر قطعتها بهذا الشكل مكعبات، ورح أقلبهم. وأخليهم شوي. لأنه الجزر بيطول ليستوي. ورح أنزل عليها بشرائح بصل. استخدمت بصلتين. ورح أنزل بالفلفلة الملونة، وأحركهم. ورح أنزل عليهم بالبصل الأخضر، ورح أنزل عليها بالصوص اللي عملناه. ورح أخليها بس غلوة واحدة، ما بدي إياها إنه يكون فيها قرشة. ورح أنزل عليها بالملح. وهيك عندي أمورها تمام. وهلأ رح أنزل بقطع الدجاج اللي قليناه. وبدي خليها تقريبا ربع ساعة ليتسبكوا. رجعت نزلت عليها بصل أخضر وسمسم، وحبيت أقدم قدامها الرز الأبيض. ولا أطيب من هيك، ما بحكي لكم الريحة ما شاء الله حكاية لحالها. وفعلا هاي الأكلة كتير طيبة ومميزة. حبايبي، كنت معكم نسرين السعدي. لو عجبتكم وصفتي ما تنسوا الاشتراك بصفحتي، وصحة وهنا للجميع. دمتم بأمان الله.